تعالى اقول لكم انا بعمل شوربه اللحمه ازاي. شوربه اللحمه بتاعتي مميزه وبجد خطيره، يعني جربيها بالطريقه دي لو بتعمليها بطريقه تانية. انا بجيب طاسه على النار او في نفس الحله اللي هتسلقي فيها اللحمه وتكوني بتغلي ميه على جنب. انا دلوقتي بغلي ميه في الحله اللي احنا هنسلق فيها. اول حاجه بحط معلقتين زيت ومعلقه سمنه بلدي صغيره او مكعب زبده، وبخليهم يسخنوا كويس جدا وبدي للحمه صدمه بالشكل ده. عايزه اقول لك الحركه دي بتفرق جدا جدا وبتخليش ريم كتير يطلع في الحله، وبتخلي اللحمه محتفظه كده بالطراويتها وتبقى جوسي كده وما تفقدش الميه بتاعتها كلها، وبتبقى لونها حلو. بصي بتعمل حاجات كتير جدا. حركة تشويحة اللحمة دي بجد حلوة جدا. ممكن في الوقت دوت تحمري معاها التوابل وممكن تسيبيها، او طبعا لو حمرتيها يبقى افضل. انا نزلت عليها بنص معلقة صغيرة من السكر، وده برضه هيحافظ على طراوتها وكمان هيخليها تستوي اسرع. في حله بقى كده بعد ما الميه غليت تحطي بقى كل المنكهات بتاعتك. ورق لورا، انا بحب احط فلفل اسود حصى، مش عايزه احط حاجه ناعمه دلوقتي. حبهان، جزرايه، بصلايه، كل الحاجات بتاعتك اللي انت عايزه تحطيها الناشفه هتحطيها. وبسيب اللي هتغلي غلوتين كده، واول 10 دقايق او ربع ساعه بوطي عليها النار وبسيبها. بتقعد معايا ساعه على النار، ما بشوفهاش قبل كده. شايفين بقى اصلا لون الشوربه بتاعتها بيبقى عامل ازاي؟ انا والله يعني هي كمان حتى لونها احلى من كده. في الوقت ده طبعا تقدري تملحي بقى الشوربه. وانا بحب احط كيس من ال11 بهار، كيس خطير فيه كل حاجه حلوه، يعني بيظبط لي الطعم جدا وبيخليني استغنى عن حاجات كتير. لو ما عندكيش حطي كده رشه من جوز الطيب ونص معلقه صغيره من 7 بهارات وبس كده، وبتبقى بجد حلوه قوي قوي قوي. شايفين لون الشوربه وطعمها خطير. وهي بقى لو عندك ماسوره او اللحمه تكون سمينه شويه بتبقى دسمه وتجنن. احلى شوربه لحمه هتجربوها، انا واثقه ان هي تعجبكم جدا. لايك وشير للفيديو، ما تنسيش تشتركي في القناه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وباي باي.